الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة تكفل لي عنده أعلى الدرجات في دار القرار والتأبيد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، لبنة التمام ومسك الختام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عباد الله، إن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله، إن ديننا الحنيف يدعو إلى الشهامة والمروءة، فمع فضل إغاثة الملهوف، هؤلاء الذين يقفون جنب المؤمنين في وقت شدائدهم وفي وقت أزماتهم، هؤلاء سيرحمهم الله تبارك وتعالى، والجزاء سيكون من جنس العمل. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولنا في سيدنا ورسولنا الأسوة والقدوة الحسنة، فكان صلى الله عليه وسلم من صفاته الشهامة والمروءة، وكان يغيث الملهوف وذا الحاجة. نعم، عندما جاءه الوحي لأول مرة في غار حراء، رجع إلى السيدة خديجة يرجف فؤاده خائفا مذعورا صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمنا خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اسمع، إنك لتصل الرحم. فحينما تغيث المسلمين في كرباتهم وفي حاجاتهم يهيئ الله لك حينما تقع في الشدائد من يقف بجوارك، لأنك وقفت بجوار الناس في شدائدهم، وحينما احتاجوا إليك فلا بد أن يهيئ الله عز وجل لك في يوم من الأيام حينما تضيق بك السبل وتحتاج إلى أحد، لا بد أن تجد الناس يقفون بجوارك. ومن فضائل إغاثة الملهوف أن الله تبارك وتعالى يغيثك يوم القيامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوسب رجلا ممن كان قبلكم، وكان هذا الرجل تاجرا، وكان يداين الناس، فكان يقول لفتيانه: انظروا إلى الغرماء من عليهم ديون، فإذا وجدتموه معسر فأنظروه أو تجاوزوا عنه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تعطونه له فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وبعد، أيها الإخوة الأخيار، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أعمال، فيقول للسائل: عليك صدقة كل يوم، فقال: يا نبي الله فإن لم أجد؟ قال: عليك أن تعمل بنفسك وتتصدق، تشتغل، اتفضل معاك فلوس، تكف بيتك وتكف نفسك، ثم تتصدق.
فعليك أن تعمل ثم بعد ذلك تتصدق. قال يا رسول الله فإن لم أجد، مش قادر أشتغل، مش قادر أتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بإغاثة الملهوف ذا الحاجة. هذا من أحب الأعمال ومن أحسن الأعمال إلى الله عز وجل. قال يا رسول الله فإن لم أقدر على ذلك أو فإن لم أجد عندي استطاعة لذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تمسك شرك عن الناس، تمسك شرك عن الناس وتمنع أذاك للناس، وتمنع أذاك أو إيذائك عن الناس. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا